يعني هل يا دكتور ممكن اقعد ايام ما اشربش ميه؟ اه يا باشا، ممكن تقعد ايام ما تشربش ميه خالص خالص. جسمك يعني كله بيتغسل 9 مرات في اليوم، وبفضي الميه من جسمك. انا كلامي واضح، بفضي الميه من جسمك. المهم هنا بقى هنتكلم ايه على الكليه. عايزك تتفرج بقى وتقول سبحان الله في الحته دي. بص، الكليه دي غده قنويه تفرز الماء وتصنع البول. دلوقتي ده الشريان الاورطي وداخل منه الفرع الرئيسي على الكليه. ركز معايا، حصل ان الكليه بانت ليها ليها حتتين، يعني اتقسمت حتتين. بص، الكليه الدم ادي الاورطه وادي شريان. ده ايه؟ شريان. الشريان ده اتقسم، خلى الكليه نصين، نص اسمه القشره ونص اسمه اللب، كورتكس وميدالا. كورتكس دمويه وميدالا الى حد ما لونها اقل منها شويه، تبان قوي في السونار. دي علامه مميزه ان الكليه دي سليمه، ان الانترستيشن بتاعها محترم، ان ما فيهاش تليف، ان لو مسكتها في ايدي هلاقيها طريه، سفنجه. هلاقي ايه؟ سفنجه. كويس كويس. بص بقى، التوزيعه دي بتحصل ليه؟ ليه التقسيمه دي بتحصل؟ ليه بشوفها انا كدكتور اشعه وبعرف التفصيله دي وانا بعمل الاشعه، يعني ان هي لونين اصلا، وده دليل الكليه السليمه. بص بقى الدم بيحصل فيه ايه اما بيخش اصلا؟ بص بيحصل ايه؟ بيحصل له عمليه فلتره في كابيلاري بيد، بس الكابيلاري بيد ده موديفايد. يعني ايه؟ منطقه الشعيرات بتاعتها ليها شكل مختلف. بص هنا بقى، بص بقى الحلاوه الربانيه. بص الدم دخل، بص في شريان كبير جوه كوره، شايف الكوره دي شفافه ازاي؟ وخرج بشريان صغير، دخل بضغط عالي وزنقته وهو خارج، فعمال رشح في الكبسوله دي. شايف الكبسوله دي عماله تاخد دم صافي دلوقتي، وبتعمل ده بدايه تصنيع البول. دي بدايه تصنيع البول. دي اول حته في النفرون. النفرون ده اللي هو الطوبه البنائيه للكليه، دي اللي بتعمل البول اهي. هتعمله اهو، البول اللي محيرنا كلنا اهو هيتعمل اهو دلوقتي. الدم داخل ودم خارج منه، بس هو داخل انا ضغطته، مسكت السفنجه وعصرتها. بص اللي عمال يتسرب منها ايه؟ كل ما يذوب في الماء هيطلع. انت مسكت الالبومين بس وحبسته جوه. فاكرين الالبومين اللي انا شرحته لكم؟ البيض اللي عملت تجربه البيض والبلازما، اللي هيتحبس جوه الالبومين وكرات الدم الحمراء، الباقي كله هيطلع. يعني كل ما داخل الدم يا دكتور هيتفلتر. اهو بص سيبك من الاملاح، هو بيطلع ميه بس، سيبك من كلمه املاح. بص كل ما يذوب، ادي الميه اول حاجه. قالك نيتروجينس اللي هو اليوريك اسيد والكرياتينين والامينو اسيدز والجلوكوز، كل اللي بيتكتب على السبوره ده بيطلع بره. بص الاخرام دي، اقف بقى عند الاخرام دي. الاخرام دي ما بتعديش حاجتين، ما بتعديش خلايا. شايف الاخرام دي؟ بص، ما بتعديش خلايا وما بتعديش البومين. يبقى مين اللي هيتحبس جوه؟ اكنك مسكت الدم في ايديك كده، السفنجه اللي هي الالبومين وعصرته، فالالبومين هو والخلايا اتحبس جوه وزق بره الميه وكل من اللي بيدوب فيها. يبقى انت حبست، يبقى انت مسكت الالبومين عصرته، فضيت الميه اللي فيه، وقمت رامي الميه دي فين؟ في البومنز كبسول، الكبسوله اللي احنا شفناها من شويه دي. بص بقى، ركز بعد ما نحذف كل حاجه هفلترها ازاي تاني. بص اهو اللي اتحبس مين؟ الالبومين مش اتحبس، والبلازما بروتين دول مش هيخشوا جوه، لكن الباقي كله هيخش جوه دي. يبقى مين اللي حبسته بره؟ الخلايا حبستها وحبست البروتين. كل اللي جاي ده بقى، بص ده 1 و2، عندنا من دول مليون. يعني انا عندي من دول مليون نفرون يمين وشمال. انا اشتغل 250,000 بس، اشتغل بيهم واعيش بيهم عادي. اهو كده وكده وعملت بول، كده وكده وعملت بول، كده وكده. بص اهي كده وكده وعملت بول. هنا بقى شعيرات تانية بتشفط بقى، بتشفط الميه اللي سربتها، لان انت لو فضيت كل الميه، انت بتغسل 180 لتر ميه، لو فضيتهم انت مت اصلا. بص ادي الوعاء الدموي وادي الوعاء الكلوي، وعاء دموي ووعاء كلوي. برجع من هنا الميه تاني، برجع الميه تاني، بس الميه بينها وبين ده نسيج بيني. شفت النسيج البيني ده؟ يعني انت شفت ده النسيج البيني ده؟ يعني التبادل ما بيحصلش لزق في بعض، لا،
استنى، افهم دي اهو. اقف هنا، اقف كده. ده نسيج بيني يا باشا، ده النسيج البيني بقى اهو. اهو اهو، ده نفرون صح؟ مش ده النفرون؟ انبوبه كلويه اهي، ودي انبوبه دمويه. انبوبه كلويه وانبوبه دمويه، اللي بينهم ده النسيج البيني. ده فيه ميه وفيه بروتين وفيه املاح. عشان كده انت لما بتيجي ترجع الميه من جوه ده، ما انت وظيفتك بعد ما تعمل فلتريشن للميه كلها هنا، يعني بعد ده بتملي ميه انت عايز ترجعها تاني صح؟ يعني انت بتظبطها كده. ما انا ككليه بلم ورق اللعب كله في ايدي، ميه على املاح على احماض على بتاع، تمام. الاخرام اللي كنت انا موريها لك من شويه دي، لو وسعت تسرب بروتين، ماشي، تسرب بروتين وتسرب خلايا دم حمراء تقع تسقطها في البول. اللي بين الوعاء الكلوي والوعاء الدموي نسيج بيني. انت فاهم ولا مش فاهم؟ فالنسيج البيني ده لو قدد، لو البروتين اللي فيه اتغير، ما هو البروتين اللي بين الاثنين دول اسمه هايلاين 5، لو بقى 2 الخليه الكليه نشفت، بقت شبه الكارتلج، شبه الغضاريف. يعني عارف انت بتمسك غضروف القراقيش، لما تمسك القراقيش بتاعت العظمه غير لما تمسك كليه. تخيل انت بقى، يعني تخيل حضرتك انت في الليله دي مش عارف تنقل بقى، ما هو انت عايز تطلع الميه. طب انا هقول لك على حاجه تضحكك، ده في حته في الكليه بس يا رب هم يقولوها، هوريها لك. لو تركيز الملح فيها قل ما اعرفش اركز البول تاني. يعني بص، يعني انا بعتمد، بص في حته هنا هتركز البول دلوقتي. بص لو فرضا انا عايز اسحب الميه من هنا لهنا، الكلمه بتاعتي دايما الميه بتتحرك عكس الكونسنتريشن. يعني الملوحه هنا زياده، انا هتسحب كده، بس على شرط تكون الملوحه هنا عاليه. الملوحه في النسيج البيني الكلوي لازم تكون عاليه. انا بعيدها للمره رقم 1000، واحفظ الكلمه دي ورايا، ويا ريت الناس اللي بتحب الكلام العلمي. ملوحه الكليه اساس عملها. خلاص ملوحه النسيج البيني للكليه هو صميم عملها. يعني لو الملح بتاع الكليه قل اسرب ميه. لو الملح بتاع الكليه قل بتاع النسيج البيني، ولا انا هسحب الميه من جوه ازاي؟ ما هو يا باشا الميه انا بسحبها بالملح من بره. فهمت قصدي ولا لا؟ فلو الكليه دي ملحها قل، عشان كده لما بتشرب ميه انت كتير بتفضي الميه كلها. ليه؟ عشان انت خليت النسيج البيني ده ملوش ملوحه. ما انت عمال تديني ميه، فالميه زياده فمش عارف اسحب ميه من هنا، فانت عمال تتبول، فالنسيج البيني ده بقى ملوحته قليله، فانت عمال تعمل بيبي فاتح ميه. هو البول يا باشا، البول في اصله ميه على صبغه، ما لونه اصفر ليه؟ يعني بص انت البرفان ده، بص البرفان ده لونه اهو، لونه ده ليه كده؟ صبغه يا باشا. يعني لون بول سعادتك صبغه. ملوحه الكلى صميم عملها. طبعا، يعني انت النسيج البيني اللي في الكليه لو ملوحته قلت افقد قدرتي على تركيز البول. اسمها urine concentrating function. فانا وظيفه الكليه الاصليه معادله النسيج البيني للجسم، فانا بظبطها على ستاندردز عندي. النسيج البيني دوت بتاع الجسم محتاج قد ايه كرياتينين، محتاج قد ايه يوريا، انا اللي هظبطها. مين؟ انا الكليه. يبقى ملوحه الكليه هو صميم عملها، وانت بتلعب في ملوحه الكليه دي بالميه الكتير. والمفروض لما بتلعب في ميه مالحه تحط البضاعه في اكياس نايلون، ماشي؟ مش تبقى انت عارف. نكمل الفيلم البغيض ده. هي بتسحب الميه من جوه، بترجعها الميه على الدم والاملاح على الدم. فهمت حاجه ولا ايه؟ ادي الكليه اللي محيره الكل، 100 جرام، ادي البول نازل اهو. بص بسم الله ما شاء الله، البول نازل ازاي؟ حاجه عظمه. يبقى ملح الكليه هو سر عملها. الكليه ليست قادره
على سحب المياه بدون ملح. انا عندي نسيج وعندي فلاتر، بس لازم الفلاتر تشتغل على ملح موجود. امال انا هسحب بايه؟ الوسيله عمل الكليه في الملح اللي فيها يا باشا. عشان كده انت ما بتبقاش شطور تقول لي ايه يا باشا كلامك عكس المنطق، بشرب ميه البول لونه بيبقى فاتح. وانت يا باشا انت بتخفف الصبغه. الصبغه اسمها يورو بايلين. اليورو بايلين ده ناتج من تكسير الهيموجلوبين. انت كل يوم على الله بتكسر 200 مليار كرة دم حمراء، فالهيموجلوبين بتاعها بيتكسر، فبيعمل صبغه اسمها يورو بايلين. تنزل في البول تخليه اصفر، طب تنزل في الكيكي تخليه بني، فيقول لك لونه خراوي. لون الخراوي ده جاي منين؟ من الاستيركوبايلين بقى، اللي هو صبغه الهيموجلوبين. يعمل في الكيكي بني، ويعمل في الميه اصفر. مش شطاره يعني. فما بتقولي بتشرب ميه كتير بتعمل بيبي فاتح، عندك حق، لان البيبي الفاتح ده انت خففت الصبغه، انت ما عملتش حاجه، انت مش خبير خبره يعني. وما بينزل فاتح قوي كده انا بشكرك، انت مش مدينا فرصه نشتغل يعني، احنا عاملين نتبول بس. وافقدت الكليه وظيفه مهمه من وظائفها اللي هي اسمها ايه؟ يورين كونسنتريشن، تركيز البول. انا وظيفه الكليه الاصليه التخلص من الماء الزائد، مش كرياتينين ويوريا يا ابو مخ تخين. انا الميه الزياده تخرج من الجسم واعمل كونسنتريشن للبول. مش كل الميه اللي تروح تنزل. ما انا لو كل الميه اللي راحت تنزل ماشي، يعني لو كل الميه اللي رايحه للكليه هتنزل انا هتصفى في ساعتين. ان انا الكليه مش عارفه تصفي تسحب ميه، مش عارفه تسحب الميه، مش عارفه تكونسنتريت. فكل ما تجيلها الميه تتصفى باملاحها بالسلامه بقى، تموت انت في ساعتين. يقوم الكليه ربنا يخلق جوه بقى نسيجها قدره على الاحتفاظ بالملح. يعني نسيجها البيني مملح اكثر من غيره، مش كله مملح، ده اللب اللي مملح مش القشره. ركز معايا، يعني لب الكليه اللي مملح مش القشره، مش القشره، لب الكليه اللي فيه ملح زياده. الناس اللي مذاكره طب الحته دي كان اسمها كاونتر كارنت ميكانيزم، حته بتصفي الملح وحته تحوشه. يعني وانا نازل بصفيه وحته تحوشه اسحب بيه الميه. ده سبحان الله الحته دي، يعني حتى بتوع الفسيولوجي دكاتره الفسيولوجي ما بيعرفوش يشرحوها. يقول لك الحته دي اصل هو لا، ده الحته دي يعني معلمه ما شفتهاش انا. مش لحد النهارده يا باشا بتقف قدامها وانت بتذاكر فيسيولوجي تتعطل. وقف اي حد يا عم دكتور وقول له تعرف الكاونتر كارنت ميكانيزم بتاعت اللوب فريندلي. ليه اللوب فريندلي مهم؟ اللازكس شغال عليه. يعني انا بقول الكلمه دي ليه؟ عشان اللازكس ابن الجزمه ده شغال على اللعبه دي، شغال على ملوحه لب الكليه ببساطه كده. فتقوم انت مفضي ميه كتير. يعني اللازكس والفروسيمايد والحته اللي هم مش اسمهم لوب دايوريتكس، اللي هم الهاي سيلينج، الادويه دي بتعطل الكونسنتريشن اوف ذا يورين او الكونسنتريتنج فانكشن بتاعت الكدني. الكليه بتعطل يا باشا، انت بتوقف لي كليتي فتخلي الميه اللي داخله عماله تنزل، ما بلحقش امسك، ما الكليه مش ماسكه، مش شغاله. الكليه مش انت دايما بتفكر في الكليه وفي كميه البول اللي نازله. حضرتك يعني كميه البول بتاعتي ممكن تكون 100 سم في اليوم، 100 سم في اليوم. اللوب اوف هنلي فيقول لك ده لوب دايوريتك. انت اللوب دايوريتك عمل ايه؟ لعب في ملوحه لب الكليه، فالكليه ما بقتش مملحه من جوه، فما بركزش بول. انا ما بركزش بول، انا بنزل الميه زي ما هي، اللي بتتفلتر بنزله فانت تنشف. فهو الراجل بيديهوله ليه؟ عشان رجليه وارمه. فانت يا باشا لعبت في حته تانية، انت عملت شغال معايا بمخك تخين قوي. انت بتفضي لي ميه من دمي وانا رجلي اللي مورمه. ما تفضي بطن امك، يعني فضي بطن امك تقوم الميه تجري في المجاري عادي. افتح الهويس من بطنك يا بابا، فتقوم انت لو اتفتقت في التوقيت ده تبقى كويس. يعني لو جالك فتح حجاب حاجز يبقى ربنا رحمك. ما هو انت دلوقتي ما هو الدم مش واصل، افتح حجاب حاجز ولا عدي الدم؟ افتح بطن ولا عدي الدم؟ ما هو انت يا باشا ويجي لك بقى، ما انت بيجي لك احتقانات. يعني بتلاقي ايه؟ الراجل ده عنده دوالي خصيه،
ودوالي في الرجلين ودوالي في الكعبين وشعارات دمويه مش عارف ما ايه، ورجليه تخينه كده وتدوس عليها تلاقيها تخينه كده يا باشا. ما هو النسيج البيني تنح، ما هو انت دلوقتي مليتني ميه وسبتني، فانا الدم مش عارف يمشي، يعني الدم مش عارف يمشي اصلا. بقيت انت عامل احتقان وزنقني كده، انت سايب ده كله وراح تاخد دواء ضغط، بتنزل الضغط في دراعك. طب وحاجاتي التانية؟ ما الضغط وقع يا باشا، ما انت خلي بالك الدم مش واصل في حتت تانية. ما البروستاتا دي برضو غده قنويه، ليه؟ بتطلع افرازاتها بره الجسم، ما بتقعدش، ما بتمشاش في الدم. الافرازات البروستاتا بتطلع بره، والخصيه بتطلع برضو افرازاتها بره، فدي غده قنويه. بس انا اقدر اقول عن الخصيه غده قنويه وصماء في نفس الوقت، ان هما بتعمل الاثنين مع بعض قد بعض بالظبط. يعني زي ما بتطلع سائل منوي يطلع في القضيب، بتطلع تستوستيرون يجري في الدم. حلو الكلام؟ حلو. البروستاتا بتطلع سائل بس يجري في القضيب، فالبروستاتا غده قنويه صرف قح. مين زيها؟ الغدد العرقيه. مين شبهها؟ الغده النكفيه لعابيه. مين شبهها؟ الغده البنكرياسيه، غده هضميه برضه. ها فيها نص في المية بيطلع انسولين ونص في المية بيطلع جلوكاجون موافق، بس هم دول مش دي غده، مش دي حته صماء اسمها لانجرهانز، دي بره البنكرياس او ملحقه بالبنكرياس. البنكرياس ليه قناه وبطلع فيها سائل، والسائل ده بيخش في الامعاء. خلاص. الملح عادي يا باشا، ملح، انا ما عنديش مشكله لا ملح ولا سكر. الاتنين دول يعني غير ان هم غذاء، هم محافظين على كهربة جسمك يا باشا، كهربة الجسم واستقرارية الأغشية الخلوية قائمة على الصوديوم كلورايد والكالسيوم. يعني كالسيوم وصوديوم انا مش خايف منهم غير من حاجة واحدة بس، الكهرباء. سيبك من الهكس بقى، العظم والعبط ده. عشان كده العظم يعد ستورج، مخزن. العظم مش اهميته في قوته، لا، ده هو مخزن الكالسيوم. عشان الكالسيوم لو نقص في الدم كهربة دماغك تبوظ، كهربة عضلاتك تبوظ، خلاص حصل فيه مشكلة. فانت السائل البيني الخلالي اللي بين الخلايا، كالسيوم يتأثر، صوديوم يتأثر، التوصيل الكهربائي بتاعهم كله يتأثر، استقرار الأغشية الخلوية يتأثر، وجود الميه بزياده يخليني انا مش عارف افضيها. انا جيت اعمل بيبي لقيت الحوض مليان، المبوله فيها انسداد، فمش هعرف اعمل فيها بيبي، فاتخنق بالميه بتاعتي. يبقى الميه انا اللي موتتني، انا الميه ما عرفتش انا اخلص منها. الكليه انا اديتها النهارده مقدمه، لان هي ليها كلام تاني هيتقال. لان الكليه زي ما بتطلع ميه، هي مش طبعا الكليه مش بتنتج الميه، الكليه لا تنتج الماء، الكليه بتقوم بعمليه اعاده النسب لموازينها المطلوبه. عشان لا اله الا الله، عشان سيدنا محمد رسول الله. يعني ايه؟ يعني انا بلم ورق اللعبه في ايدي، ده مين؟ الكليه. انا هلم الدم كله في ايدي، بعدا البروتين هحافظ عليه، ما انا الاخرام مش هتعدي البروتين، ومش هعدي الخلايا، بس انا هعدي جوه ميه، وهعدي السكر واسيتون وحاجات زي كده. بعد ما الم الورق عندي ابدا ارجع اللي عايز ارجعه. بس الميه فيها مشكله، الميه مش بمزاجي، الميه بتتشفط من عندي. لو لقيت بره نسيج عرف يشفطه شفطه، ما لقيناش هصفيها كلها. فهمت حاجه ولا ما فهمتش حاجه؟ اعتقد بقى كلام واضح. يبقى الكليه مش شغاله وحسب نوع لا، ده فلتريشن، وما بتيجي ترجع بترجع بمزاجها، لانها بتفرز بمزاجها. يعني اليوريا افرزها وارجعها وافرزها، تخيل. يعني اليوريا بشفطها مره وارجعها مره، واشفطها تاني وارجعها تاني، وان رجعت تاني اسامحها تاني. دي يوريا، ده انا بحبها. انت بتنتج الميه، وظيفه جسمك بعد كده انه يفضي الميه الزياده ويرجع الميه اللي محتاجها، يفضي اليوريا الزياده ويرجع اليوريا اللي محتاجها. انت بتقول يا دكتور هو الجسم محتاج يوريا؟ جسمي بيصنع اليوريا في سايكل عشان يفضل يستخدمها. مش حاجه اسمها اليوريا مضره، لا اوعى تقول كده. والكليه بقى فوق هذه الوظيفه عندها وظيفه غده صماء بتفرز اريثروبايوتين، هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء. يا عم اذا كان ما بيفلترهاش بس بيحسها.
بيحسها، بيشوف السكر اللي داخل له قد ايه، بيعرف التراكمي بتاعها قد ايه. فلو محتاج يصنع ار بي سيز او كرات دم حمراء، مين اللي بيقول؟ الكليه بتدي اوامر لنخاع العظم. دي مين؟ الكليه يا باشا. فوق ده كله الكليه بيحصل فيها التفعيل رقم 1 لفيتامين دي. يعني قبل ما يلف لازم يكون 1.25 داي هيدروكسي. الهيدروكسيليشن 25 بيحصل في الكليه. الله، يبقى معنى كده يا باشا ان الكليه دي مش بتبي ميه، لا، الكليه يا باشا بتفلتر وبتلم ورق اللعبه وتعيد توزيعه. مايسترو. مش وظيفتها. احنا عارفين طبعا ان الكليه بتنزل الميه الاملاح الزياده هاكس والسموم هاكس. الكليه وظيفتها الاصليه كلمه واحده بس، انا بخرج الميه الزياده اللي في جسمي، ما توجعش دماغي تاني ولا املاح زياده يا باشا. الاملاح دي معاها، لكن الاصل في الحوار انا مش عايز اتخنق بالميه اللي بنتجها. تاني يبقى الكليه وظيفتها الاصليه انا مش عايز اتخنق من الميه اللي بنتجها بس وخلاص. يبقى اليوريا معاملتها معامله خاصه. السكر والحاجات التانية هشفطها كلها الا لو زادت قوي عن طاقتي. يعني السكر هينزل، لقوه بينزل بعد 180 200، والاسيتون بعد رقم معين. عشان كده الحاجات دي ما ينفعش تنزل، ده لازم ارجعها بسرعه. يبقى انا بعمل يورين كونسنتريشن او يورين كونسنتريتنج فانكشن، وظيفه تركيز البول عشان ما اخسرش الميه، عشان ما تحتاجهاش، لان ربنا خلقك تعوض نفسك بنفسك. يخرب بيت دماغك، افهم. ربنا مش خلقك تشرب ميه عمال على بطال. هو انت خلايا جسمك بتنتج ميه. يعني هل يا دكتور ممكن اقعد ايام ما اشربش ميه؟ يا باشا ممكن تقعد ايام ما تشربش ميه خالص. يعني اعتمد على انتاجي واعتمد ان انا وهيبقى عندك فائض ميه برضه. انت منتج 3 حاجات. انت منتج ماء، منتج ثاني اكسيد الكربون، منتج حراره. بس انا النهارده شرحت ان الكليه بتشتغل ازاي. ده في العموم. فيها كام نفرون؟ مليون نفرون. والاهم من النفرونز النسيج البيني الموصل توزيع الاوراق، مش ترتيب الاوراق. انا فاهم الكلمه. توزيع الاوراق زي ده اللي هو البلاين كاردز، اللي هي الكوتشينه، اللي بيلم الكوتشينه في ايديه ويرجع يوزعها. اللي بيوزع هو ده. دي الكليه. بلم ورق اللعب كله في ايدي واعيد توزيعه. اسمها اعاده توزيع الاوراق، مش ترتيب الاوراق، توزيع الاوراق. لان انا بطلع من عندي دم تركيبه مختلف عما دخل لي. افهم، انا بخرج من عندي بلازما مختلفه عن ما دخلت. مين تاني بيعمل كده؟ الكبد بعمله ديتوكسيفيكيشن وبغذيه بالجلوكوز والاسيتون والاحماض الامينيه والالبومين. ده الكبد. وبيحصل فين؟ في الرئه. انا بغذيه بثاني اكسيد بغذيه بالاكسجين وبسحب ثاني اكسيد الكربون. وانا كليه بفضي منه الميه الزياده. بس خلصت القصه. الحدوته خلصت. ما تحكيليش بقى تقعد تفتي بقى اصل السموم والكليه هي من ضمن حاجات بتطلع السموم. ماشي؟ يعني الكليه مش بتطلع السموم. الكليه اصلا وظيفتها الاصليه بتظبط ملوحه وسيوله ولزوجه السائل البيني كله في الجسم. 20 لتر. عشان كده لما بيجي يقول لك الكليه بتغسل 180 لتر، يعني بتغسل النسيج البيني 9 مرات في اليوم. 9 مرات في اليوم. لو قلنا النسيج البيني او الخلالي 20 لتر، وهي بتغسل في اليوم 180 لتر صافي ميه، يبقى بتغسل النسيج البيني الخلالي 9 مرات في اليوم. جسمك كله بيتغسل 9 مرات في اليوم. وبفضي الميه من جسمك. انا كلامي واضح. بفضي الميه من جسمك. يبقى الكليه 100 جرام يمين 100 جرام شمال، وفوقيها كظريتين. يعني فوق الكليتين كظريتين، فوق كلويتين. دول بقى حدوته. الكظريه حدوته تانيه. لكن النهارده اتكلمت على الكليه ولعبتها، لانها لعبتها قايمه على نسيج شعيرات، نسيج شعيري، شعيرات دمويه
بتفلتر وبتشفط، تفلتر وبتشفط. الكليه بقى ليها بتشفط بشكل مختلف، هي لعبتها مختلفه في الحته دي. خلاص.